السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، مؤخرا كنت بارطاجيت معكم بعض الكواليس ديال مجال اليو اكس يو اي ديزاين، كيفاش ديزايناو لي زانترفاس ديال لي زابليكاسيون موبيل. ولكن ما وضحش واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، اللي هي شنو هو الفرق ما بين اليو اكس واليو اي ديزاين. صراحة هذا السؤال كان أكثر سؤال شائع قبل هذا الثورة اللي دارها الاي اي. حاليا دابا هو السؤال اللي كيتطرح بزاف، هو واش الاي اي غيغومبلاسي ديزاينر ولا غيغومبلاسي ديفلوبر الى والقائمة طويلة. اليو اكس ديزاين هو اختصار كلمة يوزر اكسبيرينس بالعربية تجربة المستخدم. يو اي اختصار كلمة يوزر انترفيس، اللي هي بالعربية واجهة المستخدم. نبداو بالتبسيط ديال اليو اكس. اليو اكس هو بكل بساطة هذاك السلوك او الشعور ديال واحد الشخص فاش كيكون كيستعمل واحد المنتوج معين، سواء كان ديجيتال او كان فيزيك. مثلا واحد السيد يلاه شرا تلفازة جديدة، بقى يقعد السيتينغز ديالو، هز التيليكوموند باش يمشي للمنيو، وبقى كيقلب مدة طويلة هذيك البوطون منيو في التيليكوموند. يعني هنايا واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف وخدا وقت طويل باش يلقاها. ناخذ مثال آخر. واحد الشخص، نفترضوا شخص مغربي أو عربي ما كيهضرش بالفرنسي ولا الأونجلي، بغا يمشي للبنك باش يسحب الأموال ديالو، ولكن الصراف الآلي ما كيدعمش اللغة العربية. دونك خصو ضروري يستعن بشي واحد اللي كيفهم هاد اللغات هادو، الفرنسي ولا الأونجلي، باش يعاونو يدير يسحب الأموال ديالو. دونك بحال هاد المشاكل هادي كتنتج لينا باد اكسبيرينس، واحد التجربة سيئة اللي كتخلي هذاك المستخدم يقوم بواحد العملية ولا يدير واحد لاكسيون بطريقة صعيبة في واحد الوقت اللي هو طويل بزاف. وهنايا كيجي الدور ديال اليو اكس ديزاينر، اللي كيبتكر لنا واحد السوليسيون ديال واحد البروبليم اللي كتدار بطريقة سهلة في وقت أقل. تعمدت نعطيكم هاد جوج أمثلة بعيدة على الميدان ديال الويب، باش نزيد نوضح لكم أكثر على أنه اليو اكس ما تداش فقط، ماشي خاص فقط غير بلي زابليكاسيون موبيل ولي سيت ويب، لانه يمكن له يتابلاي في اي مجال من خلال القاعده العامه ديالو اللي كتكون من خمسه المراحل: يو اكس بروسيس، انسايتس، وال ديفاين ايديات، والبروتوتيب، والتيست. نقدروا نوضحوهم بالتفصيل في فيديو اخر ان شاء الله. كنقدروا نديروا واحد البحث اللي هو عميق باش نفهموا اليوزرز ديالنا، المستخدمين ديالنا، نعرفوا كيفاش كيفكروا، نجمعوا اكبر عدد ممكن من المعلومات عليهم، باش هكا كنقدروا ننتجوا لهم واحد المنتوج اللي هو كيتناسب مع المتطلبات ديالهم. دونك هاد المرحله ديال اليو اكس بروسيس كتدار قبل من اليو اي ديزاين. قبل ما كنبداو نحطوا داك الواي فريم وداك الديزاين والالوان وداك الشيء، كنبداو نجمعوا معلومات اكثر باش نفهموا بالضبط شنو المستخدمين اللي غيخدموا بالبرودكت ديالنا، كيفاش كيفكروا وشنو بغاو بالضبط. عاد كنبداو في المرحله ديال الديزاين. بعد ما كنجمعوا المعلومات والفرضيات وكنقوموا بالتحليل ديالها، كتجي المرحله ديال اليو اي، المرحله اللي كيعشقها اي واحد. كلشي كيتلاح اليو اي. حقيقه لا ننكرها، انا دزت من نفس التجربه، بخصوص فاش كتكون عندك واحد الباك جراوند جرافيك ديال الجرافيك ديزاين، كتكون كتميل اكثر الالوان ودوك لي ديزاين بحال اللي كيبانوا في دريبل وداك الشيء، كتبغي دير بحالهم، كتكون متحمس اكثر. ولكن مع المده كتفهم بانك راه خصك اي حاجه درتيها في اليو اي يكون عندها واحد الدور، يكون عندها واحد المعنى، ماشي تحط اي حاجه بانت لك هكذاك وصافي. بالنسبه لليو اي يوزر انترفيس، هو كل ما له علاقه بالمرئيات، فيجوال ديزاين، ليزيماج، الكولور، التايبوغرافي، لي زيليستراسيون. بعض المرات كنخدمو حتى ب 3 اليمنتس، تخدم تعرف تخدم بالمساحات البيضاء، كيفاش تقاد الكونتراست ديال لي كولور مع الكونتراست ديال النصوص. وبطبيعة الحال اليو اي هو ليس بالامر السهل، عنده واحد القواعد الاكاديميه ديالو اللي كتخليك تصاوب الديزاين ديالك بطريقه نقيه وما تكونش كضر في العين. واخيرا الفرق ما بين اليو اي واليو اكس هو بالنسبه لي انا هما كلاهما كيكملوا بعضياتهم. ميمكنش تاخذ واحد الوقت طويل باش دير واحد الريسيرش اللي هو عميق بزاف وتقاد واحد اليوزر اكسبيرينس اللي مزيانه وتقونها مزيان، في الاخر دير ليها واحد التقديم بواحد اليو اي اللي ناقص وما كيجذبش، ما كيشجعش الناس باش يجربوا هذاك لا سوليسيون ديالو. يعني علاش؟ حيت الواجهه هي اللي كتخلي هذاك اليوزر يتحمس ويتشجع باش يتيستي. دونك هنايا ضروري انك تخدم يو اكس مزيان واليو اي مزيان باش تقدر تخرج بواحد المنتوج اللي هو متكامل،
سواء من ناحية تجربة المستخدم أو من ناحية اليو اي ديالو. هذا كان الفيديو ديال اليوم، خاص ما فيهش شي حاجة اللي براسيك، بديت نبين هذا الفرق ما بين اليو اي واليو اكس. ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر. اي سؤال عندكم بخصوص هذا المجال هذا او الجرافيك ديزاين بصفة عامة تقدروا تسولوا في الكومنتير. علاش لا تكون هذه القناة هذه تكون واحد الكوميونيتي ديالنا ديزاين في المغرب، ونتعلموا كاملين ان شاء الله. تهلاو.